تقولي لي بتحبي ايه؟ اقول لك المحشي بكل اكله وليها تكه. قولوا لي بقى، بتحبوا المحشي في رمضان ولا طول السنه؟ بتاكلوا ايه اول يوم رمضان؟ المعروف عندنا في مصر اغلبيه الناس بتاكل محشي او الملفوف اول يوم رمضان. يلا بينا يا اجدع ناس في الدنيا، حطوا اللايك نعمل احلى حله قولوا لي محشي. بتعملوه بالطريقه دي ولا بطريقه ايه؟ وانا هقول لكم الطريقه اللي بحبها وخفيفه على قلبي، السهله الخفيفه على قلبي اللي بخلص فيها بسرعه. على فكره اغلبيه الناس بتعملها. انا واثقه من كلامي ده. زي ما انتم شايفين انا هنا سلقت الورق بتاعي وقطعته بطريقه حلوه. هي الطريقه دي حلوه قوي وسهله، بس برضك بتحتاجي برضك تحطي وتشيلي وتوضبي اللي هو برضك بتاخدي وقت. هما بيقولوا ان هي ما بتاخدش وقت، بس انا شايفه ان هي بتاخد وقت. تعالوا نعمل احلى حله محشي من ايد سوبر ماما. اتمنى تفرحوني بالمتابعه والشير واللايك. احلى حبه محشي سخنين. انا بحب المحشي سخن قوي، والشوربه كده، اللحمه يا سلام يا سلام. جوزي بقى جاب لي كيلو لحمه وقال لي يلا يا ست الكل اعمل لنا احلى حله محشي من دخلت بقى حطيت الميه على النار وحطيت لها الملح وحبه كمون، وهبتدي بقى انضف الكرنبتين بتوعي دول كده واقطعهم واظبطهم علشان اسلقهم. هشيل واحده وهعمل واحده. هشيل الراس بتاعتها من جوه كده من فوق واقورها زي ما انتم شايفين، وابتدي احط الورق الاول اللي انا طلعته علشان الكرنبه تدخل معايا الحله. هتبتدي تغلي معايا غلوه واحده. واحيانا كمان انا ما بخليش الورق، يعني لو ميته سخنه قوي قوي بيدبل معايا من غير ما الميه تغلي. طلعت الورق ودخلت الكرنبه بقى كامله كده زي ما هي، وقلبتها شمال ويمين، وهبتدي اشد الورق بتاعها حبه حبه. دي احسن حاجه ان انت تسلقي الكرنبه بسهوله جدا. يعني التجربه دي حلوه قوي، بدل ما تقعدي تفكي فيها واحده واحده وتحطيها، لا حطي الكرنبه كده كامله وحطيها بقى في الميه الساقعه. طلعي وحطي في الميه الساقعه وتجيبي الورق فوق بعضه كده. هي الفكره دي حلوه قوي، بس برضك بتاخد وقت. هي حلوه ان انك بتخلصي بسرعه، بتحسي ان انت عملتي كميه كويسه. بس لو هتعملي كذا كرنبه بقى هتبقى حلوه معاكي، لانك هتشيلي الورق على طول بقى وتحطيه وترصيه. هنا انا بقسم بقى، اشوف انا عايزه قد ايه. انا بحب الورق ما يبقاش كبير معايا، الصبع بيبقى صغير ما بحبهوش كبير. هنا بقى بصوا بوريكم اهي الكميه ما شاء الله طلعت معايا كويسه. بس انا سوبر ماما انا بحب امسك الورق كده واقطعه على طول. امسك تحت الميه اشطف واقطع على طول. هنا كانت بالنسبه لي الفكره كانت حلوه. انا بعملها دايما، بس مش يعني لما اكون هشيل كميه. لكن لو عامله كرنب على قد ايدي وعايزه انجز، بمسك بالورقه واقطع تيك 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 واحط في المصفى واخلص. هي الفكره كانت كويسه لو انت بقى فاضيه ورايقه كده وما وراكيش حاجات. لكن انا عشان بيبقى ورايا حاجات كتير، لسه هجيب ورقه ورقه واحطهم فوق بعض بقى واقطع واحط وارص. لا، انا بحب انجز، اقطع واحط في المصفى يصفي، وابتدي بقى ارصه واحطه بقى في اكياس او في علب. بس الفكره حلوه قوي لو انت هتعملي واحده زي ما انا قلت، او مجموعه صغيره، او انت فاضيه ما عندكيش عدد، او يعني وراكي شغل كتير، لا بتبقى حلوه. سلقنا الورق بتاعنا وهنبتدي بقى نعمل البصله بتاعتنا. احلى صلصه من ايد سوبر ماما. اتمنى تفرحوني بالمتابعه والشير واللايك. نوروني على الفيسبوك واليوتيوب كمان، وتقولوا لي من انه بلد بتتابعوني باذن الله. حمرنا البصله بالثومه بتاعتنا، ومعاها كمان حته ليا من تحت اللحمه حطيتها بيها. حطيت زيتي وتومي قلبتهم مع بعض، ونزلت بالصلصه بتاعتي وحطيت البهارات بتاعتي الحلوه كلها. كل البهارات اللي عندك عايزه تحطيها حطيها، وممكن تحطي نعناع. انا يعني في فتره حطيت فيها نعناع وبطلت. وهتحطي الشطه الهريسه، ولازم يكون معاكي بصلايه نيه ومعلقه توم نيه كبيره، وتقلبي كل ده. وهتحطي بقى الشبت والبقدونس والكزبره بتوعك. لازم تحطي قرنين فلفل تقطعيهم كده باردين، عشان احنا حاطين شطه عشان الريحه تبقى حلوه قوي. وحطيت كمان حبه شطه ناشفه كمان معايا عشان كانت الشطه عندي مش كتير. هتقلبي كل ده يا ست الكل، وما ترميش الورق بتاع الخضره. لو ورق الكرنب اللي انت قطعتيه زياده هتحطيه برضه، هتحطيه وتجيبي بصلايه تحطيهم في قعر الحله كده، عشان الحله بتاعتك كده تطلع مهفهفه، الريحه بتاعتها توصل لاخر الشارع. ابتديت بقى ارص بقى واحشي. انا وولادي كانوا مدوخيني، مش كتير بيحشوا معايا. نوادر بقول لك يعني احشي لوحدك احسن ما يحشي عيالك معاكي او حوالين حد منك ينكد عليكي. كل واحد عايز يحط ايده وعايز يرص، وده يطلع الصبع بايظ ارجعه تاني. بس هنقول ايه لحد ما يتعلموا، ربنا يخليهم لنا. ما احنا برضك اكيد ما اتعلمناش بالساهل برضك مع اهالينا. ابتديت بقى حطيت الحله بتاعتي. مبدئيا انا بعمل حلتين مش حله واحده، بعمله على يومين علشان اريح نفسي، لاني مش دايما ببقى فاضيه ورايا شغل كتير. وهنا حبيت اجرب بقى السلق احشيه. بس كان لما حطيته في الميه ما خدش وقت، ما بياخدش وقت. واحتمال كمان المفروض اصلا ما يتحطش في الميه، يعني حتى لو حطيتيه تنزليه كده وتطلعيه. كان طعمه حلو مش وحش، لا كان طعمه حلو قوي.
ابتديت بقى اخد واحدة واحدة كده، حسيت ان هي اتهرت مني، بقيت اتني الاتنين على بعض واحطهم احشي بقى واركن لحد ما هخلص الحلل بتاعتي. ولازم تحطي كمية زيت كويسة في التتبيلة بتاعتك عشان تطلع معاكي حلو. وطبعا مكعبين مرقة في الصلصة او مكعب واحد، او ممكن تعمليه بالشوربة. انا بحب احط في الصلصة مكعب مرقة او 2، وكمان الشوربة لو عندي فراخ او بط بعمل بيه. قولولي بقى بتحبوا المحشي بايه؟ انا عن نفسي بحبه بالفراخ، مش باللحمة ولا بالبط، ممكن بالبط. بحب الطيور مع المحشي لانها مش عارفة بحس ان هي حلوة قوي. وما تنسوش تحطوا حبة صلصة في الشوربة بتاعتكم وتقلبوها وتظبطوا الملح، ومعلقة سمنة كويسة كده بلدي او معلقة سمنة عادية سوي يا ست الكل. وطلعي بقى عملت جنبهم حبة ملوخية ناشفة، احلى طبق لحمه لجوزي حبيبي عشان كان تعبان عنده برد جامد، فقال لي اعملي لي بقى ايه حتتين لحمه، محتاج اكل لحمه، تعبان ومحتاج طبق شوربه حلو من ايديكي يا سوبر ماما. وهنا لحمتي انا مش عايزه افتكاسات، عملتها بالشوربه طبعا كلنا بنعرف نعملها. حمرت البصله والثوم وسقطت اللحمه قلبتها فيها، وبعد كده زودتها الشوربه والبهارات. قولوا لي بتتابعوني منين؟ معاكم سوبر ماما من اسكندريه، يا رب تفرحوني بالمتابعه.